مشتريات الاسبوع بتاعنا اقل من 150 جنيه. ظبطت البيت كله. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، انا دعاء ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك، تشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا ست الكل نشوف مشتريات الاسبوع بتاعنا ازاي بقى اقل من 150 جنيه وجبت ايه وجبت كل حاجة والاسعار كمان. اول حاجة يا بنات اساسيات بيتنا طبعا طماطم. بصي الطماطم القمر دي، بصي زي التفاح بالظبط. بصي جميلة قوي ازاي. ما تسمعيش كلام اللي تقولك نزلنا والاسعار نار. لا ليه يعني؟ الحمد لله الاسعار على قد الايد. لما تكون الطماطم الحلوة القمر دي ب6 جنيه حلوة قوي. في ايام يا بنات كانت الطماطم ب20 جنيه، فاكرين ولا نسيتوا؟ يبقى لما تبقى ب6 جنيه نقول ايه؟ الحمد لله. الطماطم الجميلة دي 3 كيلو طماطم ب18 جنيه. مليتي البيت ولا لأ؟ وكمان ممكن كمان تكفيكي اكتر من اسبوع، مش هتستهلكي ال3 كيلو كلهم مع بعض. بس انا جبت كمان جامدة علشان السلطة. يبقى اول حاجة 3 كيلو من الطماطم ب18 جنيه. يلا بينا بقى نروح على البصل بتاعنا القمر بتاعنا. مش معنى ان البصل رافع شوية مش هنجيب، بس هنجيب على قد احتياجاتنا. ادي البصل القمر. جبتي قد ايه يا دودو؟ انا جبت كيلو. عندي من المرة اللي فاتت المشتريات عندي لسه مخلصش، فانا جبت عليه كيلو. حلو قوي. الكيلو ده بكام يا دودو؟ ده ب14 جنيه. فانا جبت كيلو من ده. حلو قوي. اساسيات بيتنا زي ما قلنا برضو البصل ما بنقدرش نستغنى عنه خالص. ايه كمان جبتي؟ البطاطس ما بنستغناش عنها. زي ما بنقول اساسيات بيتنا، اساسيات كل بيت. بطاطس، بصل، طماطم. عندك الخير كله. عندك بصي ولا اروع. تعملي بقى صينيه بطاطس، تحمري بطاطس. بصي عندك حاجات كتير قوي. او كمان ممكن نسلقها مع السحور. البطاطس الجميله دي كانت بكام؟ كانت ب6 جنيه برضو. اهو يا بنات مالها زي الفل. حلوه ولا مش حلوه؟ جميله اهي. جبت 2 كيلو ب12 جنيه. الاسعار لحد دلوقتي تمام. حلوه ولا لا؟ جميله. نروح بقى كمان على البسله بتاعتنا الحلوه دي. البسله دي اسعارها زي ما هي. يعني البسله دي ده كيلو ب15 جنيه. اعتقد انها زي ما هي، يعني 15 14 13 في الحدود دي. كل منطقة او كل مكان غير التاني. انا جبت ايه؟ جبت كيلو واحد بس. وبعدين انا بفرزها لوحدها وبفرز الجزر لوحده. ما بحبش الجزر مع البسله مع بعض، لاني بحس ان الجزر بينزل ميه فما بيبقاش حلو خالص مع البسله. لكن لما بتيجي بقى تطلعي كيس البسله ومع الجزر متقطع كده خلاص حلوه قوي. بتبقى تطلع بجد مسكره وحلوه. لكن الجزر لما بيبقى معاها تحس انه بيغير طعمها. يبقى جبت كمان كيلو من البسله. جبت ايه تاني يا دودو؟ جبت كمان الجزر القمر ده. الجزر ده بقى جبته علشان البسله وكمان عشان السلطه. وقعت الجزره وقعت. صاحيه ولا ايه؟ اهم يا بنات الجزر الحلو ده انا جبت كيلو بس. الكيلو ب10 جنيه. قولوا لي بقى الاسعار عندكم كده ولا ايه؟ زي عندي ولا مختلفه؟ ازيد ولا اقل؟ لسه جايبين مشتريات تاني وهنتابع الاسعار مع بعض. بس لو وصلتي معايا لحد دلوقتي ومش مشتركة، يلا بسرعة انزلي اشتركي علشان اشتراكك ينور القناة. وكمان دوسي على اللايك القمر، وكمان كومنت حلو منك كده يشجعني ويساعدني ان انا استمر معاكم. يبقى كيلو الجزر ب10 جنيه. جبت كيلو بس. بنجيب على قد احتياجات بيتنا. جبنا ايه تاني؟ بما اننا بنقول بقى سلطة وسحور وكده، يبقى الخيار. بنقطع خيار بالليل بقى مع السحور عشان يرطب كده، او الخيار كمان للسلطة. الخيار ب10 جنيه يا بنات. انا جبت كيلو بس. يعني كان فيه ب8 بس ما كانش حلو. الاسعار زي ما بلاقيها زي ما باجي اقول لكم بالظبط. يعني اللي ب8 بصراحه ما كانش حلو، كان متقطع كده وما كانش لذيذ خالص. فانا جبت ده بقى عشان يفضل طازه وحلو كده، اقطعه بالليل بقى مع الجبنه وللسلطه بيبقى حلو قوي. يلا بينا نشوف جبنا ايه تاني بعد الخيار. الفلفل الرومي. الفلفل الجميل القمر ده. طبعا تحت كل الفلفل ب20 جنيه، لكن الفلفل ده اللي هو صغير شويه
ده الكيلو ب10 جنيه اهو، يا بلاش. حلو ولا ايه؟ جميل. ماله؟ في حاجه زي الفل. ب10 جنيه، بدل ما تجيبي مثلا من هناك ب20 جنيه كيلو، لا انا اجيب من هنا ب10 جنيه بس الكيلو. ومال الدنيا عندي اهو، خير وبركه. تقطعيه برضو بالليل مع السحور، او بتقطعيه كمان في السلطه، وممكن كمان تعملي منه محشي. يعني بصي، في فلفل حلو قوي صغنطط اهو، ممكن كمان تعملي محشي فلفل جميل والله زي العسل. يبقى جبت كيلو من الفلفل الرومي ب10 جنيه. يلا بينا نشوف جبنا ايه كمان. جبت كمان الكوسه. الكوسه يا بنات حلوه قوي اهي. كوسه بقى ممكن تعمليها باللحمه المفرومه، ممكن تعملي كوسه بالبشاميل، تطبخيها كده عادي، تقطعيها على شوربه الخضار. بجد حلوه جدا الكوسه، بتنفعك اما بتفرزيها وبتخليها في الفريزر، بتطلع طازه زي ما هي. وكمان بتوفر عليكي وقت، بتوفر عليكي مجهود، بدل ما تقفي بقى ولسه هتقطعي. فالحاجه التفريزات في البيت عندنا بتبقى حلوه قوي. انا جبت قد ايه من الكوسه؟ كيلو. الكيلو ب8 جنيه. ما احتجتش اكتر من كده، لان انا عندي في الفريزر كنت مفرزه يعني 3 اكياس او 4 كمان. يعني انا الحمد لله عندي فاصوليا خضراء كمان، عندي باميه، عندي سبانخ. فالتفريزات يا بنات بتفرق معاكي كتير، لما بتفرزيها عندك في البيت بتبقى حلوه قوي. يلا بينا نشوف جبنا ايه تاني. جبت كمان الملوخيه. الملوخيه الجميله القمر دي اهي، بصوا الجمال. هي جبت ربطه واحده بس من الملوخيه ب15 جنيه اهي. هو قال الربطه ب15، فانا جبت واحده. يعني انا ما احتجتش، لان انا المره اللي فاتت كنت جايبه ملوخيه كتير، ففرزت عندي في الفريزر. فانا عندي كمان ملوخيه، يعني انا عندي كوسه وعندي فاصوليا وعندي سبانخ، عندي ملوخيه. في بقى مشتريات بقى تاني بقى من الخزين. لسه هصور الفيديو ان شاء الله باذن الله، وانزل لكم وهوريه وهقول لكم على مكان حلو قوي هايل يا بنات، بيبيع الرز والمكرونه والزيت والسكر رخيص جدا برخص التراب. بجد استنوا الفيديو الجاي، بجد فيديو دمار. عشان كده بقولك لو مش مشتركه اشتركي، عشان اول ما انزل الفيديو يوصلك الاشعار وتشوفي الاسعار الجميله كده يا بنات. مشتريات الاسبوع بتاعتنا ب112 جنيه. 112 جنيه جبنا كل حاجه. جبنا الطماطم كتير هتفرزي منها وتقطعيها كمان للسلطه وحلو، والبصل الحلو القمر بتاعنا، البسله كمان هنفرزها في الفريزر، والبطاطس ما نستغنياش عنها في السحور بتاعنا اذا كانت محمره او مسلوقه، والملوخيه الجميله برضو اللي ما بنستغناش عنها، واحلى جزر واحلى خضار ممكن تشوفيه في حياتك. مشتريات الاسبوع وفرت ودبرت ازاي توفري من مصروف، ازاي تدبري مصروف بيتك. ازاي لو انت معاكي مثلا 100 جنيه بس، ممكن تنزلي تشتري المشتريات القمر بتاعتك حسب احتياجات بيتك. وزي ما قلنا قبل ما تنزلي اكتبي الحاجه في بورقه وقلم، علشان ما تنسيش او تجيبي حاجه مش محتاجاها. يبقى المشتريات ب112 جنيه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. واسيبكم في حفظ الله، وباي باي.